هذا ولد العود راشد وزوجته نور، وهذا غانم وزوجته ريم، هذا محمد وبنت اختي مهر، توهم مالجين. احبك 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 احبك. مستحيل اتزوج غيرك، انت كل شيء في حياتي، يعني مستحيل اعيش مع واحده غيرك. من صدقك انت؟ تدري عبد الله، حتى انا بعد ودي. انا اليوم اسعد انسان بالدنيا. اي خلاص اسكت والله يا ويلك. احبك احبك احبك. اما هذا ولد الجعد، ولدي الصغير عبد الله. اتزوج صمود بس على شرط، اتزوج نورة وريم. مستحيل اتزوج غيرك، انت كل شيء في حياتي. ابشرك الاخ عبد الله ناوي يتزوج اعراب من اخوانه كلهم. اذا هي ما وافقت ضغط امها عليها بيخليها توافق. اقول لها اخيرا امي وافقت نتزوج، بس بشرط يوم اللي املك عليك املك على ثنتين غيرك. ريم انا طول الوقت افكر فيك. يعني انت صدق تحبني؟ اي ترى على فكره هذا حبيبي عبد الله اشترى لي اياه. مشاعري صوبك كانت صدق من كل قلب. انت شايف انه منطقي اثنين متزوجين يتشافون بالسنة؟ حبك برص ان شاء الله، قول يا امين. أم انت دمرتيني، دمرتي حياتي. انت طالق. عبد الله طلقني. انا سمعت مراشد بذني تقول انها بتجيب بعيال راشد وغانم وبتسكنهم في البيت. اي يا عبد الله بس جنت. يا باش مهندس، هل تقبل على نفسك بانك تتزوج مرة كانت على علاقة مع لو رجل؟ كنت ادري ان حبي لك يسوي فيني كذي كان شلعته من مكانه ودست عليه. كل ما اتذكر اني يوم من الايام حبيتك اكره نفسي. علاقتي بصمود مو نفس قبل، مو صمود هذا اللي كنت احبه وحاربت علشان اتزوجه. ان ما خليت عبد الله يطلق ابو سيدك يوم انا وانت ما نقدر نعيش ويا بعض. صمود صدقيني زواجي منهم بس راح يكون على الورق. متزوج 4 حريم وتبي حل، انت حلك عند رب العالمين بس. مستحيل اتزوج غيرك، انت كل شيء في حياتي، يعني مستحيل اعيش مع واحده غيرك. من صدقك انت؟